السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حنان الهنيدي، بعمل حلقات متنوعة على قناة أنا والناس. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. النهارده هنعمل جولة سريعة في المحلة الكبرى. المحلة الكبرى طبعا كلنا عارفين إن هي بلد المنسوجات، بلد الغزل والنسيج، بلد الجدعنة والناس الطيبة. النهارده وأنا ماشية كده بعمل الجولة بتاعتي، لقيت الناس الجميلة ديت، الناس الأصيلة، الناس اللي هي بتقف وقت الزنقة بجد في ظهر جوزها، الناس اللي هي بتعول وبتعرف ازاي تجيب القرش بالحلال وتتعب فيه عشان تاكل عيالها. تعالوا بقى نعرف قصتهم اكتر من كده ونقرب من حياتهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يسلمك يا حبيبتي. ايه، عرفينا بقى بنفسك كده يا امي. عائشة عبد الفتاح. استاذه عائشه، انت شغاله في مهنه الخبيز من زمان؟ بقالي 10 سنين. 10 سنين هنا؟ شغالة معاها بقالي 10 سنين. طب المهنه دي بالنسبه لك شاقه يعني ولا؟ حلوة، بنتسلى كده، احنا قاعدين بنتسلى كده، نعمل ايه يعني. يعني كل التعب اللي حضراتكم فيه ده اه ربنا يديك الصحه. صاحبة الشغل اللي قاعدة دي واحنا بنشتغل معاها. ربنا يديك الصحه يا رب. ماشي، الله يخليك يا حبيبتي. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. اتشرف بحضرتك. أم آية. حضرتك صاحبه الشغل هنا يا معايا؟ اه ايه الفكره بقى اللي جات لك عشان تعملي المشروع ده؟ والله احنا بنشتغل بقالنا 10 سنين في الشغلة دي. بقالك 10 سنين؟ اه. يعني انت بتخبزي من وانت صغيره صح؟ اه. طب ايه اللي جاب في دماغك الموضوع ده، يعني ان انت تقعدي كده ومكان بسيط جدا زي ما حضراتكم شايفين وقاعده كده؟ والله كنت بشتغل مع واحدة صاحبتي، وبعدين فتحنا احنا مصلحة مع بعضينا بقى كلنا، وكل الجماعة دول دي جوزها متوفي، والحاجة دي برضو جوزها راجل كبير، بس هي برضو بتشتغل وتكافح معانا. والست دي برضو بتكافح معانا، ومعانا واحدة كمان. يعني انت قاعده هنا كده بقالك 10 سنين؟ اه. امال يعني نجيب رزق لعيالنا منين؟ هو ده رزق عيالنا. يعني انت بتساعدي في البيت كده؟ اه طبعا. امال انا قاعده ليه؟ انا قاعده عشان خاطر عيالي. ربنا يديك الصحه ويقويكي يا رب. طب اللي انت بتعمليه ده اسمه ايه بقى كده؟ ده عيش، ده عيش ماشي. فلاحي. اسمه ايه طيب؟ ده عيش فلاحي اسمه كده؟ وبنعمل بتاو وبنعمل كماج، بنعمل كل حاجه. ناس كتير بتيجي تاخد من عندنا، بتحجز وبتيجي تاخد من عندنا. طب انت بتعملي عيش بس ولا في حاجات تانية؟ لا، بنعمل كماج وبتاوي، بنعمل كل حاجه. ده مخبوزات بردك يعني. بس البتاوي بقى باللبن والسمنه والكماج نفس الطريقه. بالسمنه واللبن. ده احنا كده عايزين ناكل بقى. تحت امركم. طب وبتبيعي الرغيف بقى هنا بكام؟ احنا ما بنبيعش بالرغيف، احنا بنبيع ال5 كيلو. ال5 كيلو؟ ال5 كيلو ب 160. بالدقيق قليل برضه. بالدقيق بكل حاجه، بشغله بكل حاجه. ربنا يعينك يا رب ويقويك، ربنا يعينك. وانت اسم حضرتك ايه؟ اسمه ام آية. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك. انت كده بتعملي ايه؟ المرحله دي اسمها ايه؟ انا بقرص وبساعدها في التكسير وبقعد على الفرن وبعمل كل حاجه. برده كل حاجه. انتوا متعلمين المهنه دي بقى من صغركم؟ ايوه من صغرنا، مع امنا معلمات. والله ربنا يعينكم يا رب، انتوا ناس جميله، ست الحب والاحترام والتقدير ليكم. ربنا يعينكم يا رب. شكرا اول حضرتك. الله يخليك يا حبيبه قلبي. احنا كده عند على الله. على الله اشهر محل بيعمل سندوتشات مكرونه. عارفين يعني المكرونه بيحطوها جوه العيش وياكلوها. هما البلد هنا بتحب هنا كده قوي، وده من عاداتهم وتقاليدهم. وده اشهر محل بيعمل سندوتشات مكرونه وهو على الله. تعالوا بقى مع بعض نجرب التجربه ديت ونقول. استنى، السلام عليكم الاول. السلام ورحمة الله وبركاته. اسم حضرتك اتشرف بيك؟ سامي الصرافي. حضرتك من محل هنا؟ من المحل من عند الشتاوي من ابو دراع. طب ايه رايك في فكره سندوتشات المكرونه دي؟ لا ده جميلة بصراحة يعني. يعني انتوا واخدين عليها يعني مش غريبه شويه؟ ما بناكلش فراخ ولا مكرونة الا من عند على الله. والله اجمل اكل واحلى اكل على الله. وبعدين المحلة كلها جميلة يعني. طب ايه اللي حلو؟ طب قول لنا بقى عشان نروح نزور الاماكن هنا. في اكل كتير هنا، في اماكن كتيرة في شكري ومحب واماكن كتيرة فيها اكل كتير. طب وفي فطيره كده مشهوره؟ في فطاير. في مشهورين انتوا فطاير. بيها برضه؟ في فطاير جميلة هنا. خلاص احنا هنجرب كل ده وعيد. الله يخليك، اتفضلوا معانا. ربنا يخليك بجد والله. ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. دي كده السفره بتاعت على الله، اشهر حد بيعمل مكرونه. دي هنا كده السندوتشات. بص بيعملوا السندوتشات كده بصراحة هو كمحل بردك ونظافة من أحسن المحلات الموجودة في المحلة الكبرى.
المكان هنا ده على الششتاوي، الفرع دوت على الششتاوي في المحله الكبرى. يعني انت بتنزل الشون بره وبتاخد مواصله داخليه توصلك ليه. تعالوا بقى نجرب مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده جربنا سندوتش المكرونه اهوت في المحله ده هنا عند على الله. تحفه، تجربه ممتازه. حضرتك من هنا من المحله؟ والله بتجربيه يعني؟ جربتي الموضوع ده قبل كده؟ جميل بصراحه، جميل. حلو والله. بص السندوتش رائع رائع. هو اكله كله طبعا ممتاز، بس انا جايه مخصوص عشان اجرب سندوتش المكرونه. بص الملوخيه شكلها عامل ازاي، ما شاء الله. دي بصراحه نرجع تاني ونكمل. فراخ تحفه ونضيفه، ريحتها كويسه قوي بردك. بصراحه من انضف المطاعم هنا الموجوده، وهو اصلا غني عن التعريف. يعني انا مش بشكر دوت، هو غني عن التعريف في ده كله. ياسر. استاذ ياسر، المحله كبرى معروفه بان هي بلد الغزل والنسيج والمفروشات. انا شايفه ان المحلات اللي متواجده هنا ما فيهاش مفروشات قوي، والدنيا مريحه ليه. والله الحركه دلوقتي بالنسبه مثلا للشارع العباسي ده شارع تجاري. شارع تجاري بقول لك المفروض ان هو مثلا يكون في حركه، في يعني ناس كتير. دلوقتي ما فيش حركه خالص. الحركه واقفه. يعني ما فيش ناس بتيجي من محافظات تانية ان هي تاخد المفروشات هنا؟ الكلام ده كان الاول. كانت الشارع التجاري بقول لك كان في محلات كتير شغاله. وبالنسبه للمفروشات والكلام ده كان يعني ديت بلد المحله بلد تجاري، وشارع العباس ده شارع تجاري. اللي احنا كان بنصور فيه كان في من كل يعني كل حاجه. وكانت الحركه ماشيه، كان بيجي لنا من كل المحافظات، من هنا ومن هنا ومن هنا. انا شايفه ان هو بقى ملابس اكتر من هو مفروشات. ايوه بس طبعا ما فيش حركه. ما فيش حركه مثلا في الشغل والكلام ده، الحركه نايمه يعني. ربنا يعينك يا رب قوي. عليك يا رب. شكرا لحضرتك. تحت امرك. ساعة بركاته. شرف بحضرتك. تشرفنا بيكي ومنورة الدنيا عندنا. ربنا يخليك. احنا هنا في شارع العباسي صح القديم؟ اه ده شارع تجاري. تجاري طبعا من زمان قوي. طب انا هو ليه أول مش شارع شايفه تجاري. اول شارع في المحلات؟ اول شارع، هو كان الشارع الرئيسي في البلد كله. طب والمفروشات هنا بقت قليله ليه؟ يعني مش بقيت شايفه. في مفروشات بس الناس دلوقتي قافله طبعا، وبعدين في ركود اصلا في السوق في جميع البلاد. بس هي دي المشكله يعني. والمحافظات ما عادش بتيجي هنا زي الاول. لا ما عادش طبعا زي الاول، قليل بقى يعني، ناس قليله. الاول كانت جميع المحافظات من الغردقه وكل حته كانوا بيجوا المحله. دلوقتي طبعا بقى في كل بلد وفي كل قريه ارجاف بقى فيها تجاره وفيها محلات، والناس بقت بتريح دماغها بدل ما يجوا المشوار ده بقى بينزلوا هنا. طب احنا عايزين نقول للناس ترجع تاني للمحله، نقول لهم ايه؟ كله على الله بقى، نقول لهم ينزلوا بينورونا. والاسعار هنا كويسه صح؟ الاسعار كويسه هنا في المحل. مش كل سنه وحضرتك. شكرا. تحت امرك. تحت امرك معاك، بس نورتينا. السلام عليكم. احنا دي هنا شركه كده كبيره، المفروشات بتاعتها رائعه بجد والله. يعني عنده حاجه الاطفال والكبار، الحاجه بتاعته حلوه قوي. كل دي الحافه فايبر، يعني عنده اشكال كتير جدا جدا. دي اطقم كده، اقرب لكم عليها. طبعا كلنا عارفين اللي عايز بقى مفروشات بينزل يجيب من المحله الكبرى. عنده حاجات مختلفه. بص الطقم الابيض دوت حلو قوي. ما شاء الله كلهم اجمل من بعض. احنا طبعا مش هنقول اسعار عشان الدنيا بتختلف، بس اللي احنا عايزين نقوله ان المحلة بلد الغزل والنسيج. بص الطقم ده تركي بصراحة تحفة. يعني المحل بصوا من اوله لاخره ما شاء الله عليه. انا هجيبه لكم كده.
المحل من اوله لاخره ذوقه حلو قوي. كل ده كده فوط وبشاكير وبرانس وملايات وحاجات كتير قوي. انت شفتوا التشكيله الحفه اللي بره بردك هنا اهوت. جميل قوي اللحاف دوت. بصوا فوط الاطفال اشكال كتير 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 جدا، يعني كل الرف ده لحد فوق ده كده اطفال. الملايات عنده يعني عالية قوي. الخامة طبعا لا يعلى عليها. الحاجات دي قطن 100%. الحاجات دي كلها قطن 100%. بصوا الطقم ده حلو قوي بصراحة، عجبني. انا ممكن اخده وانا ماشية. حلو قوي. بصوا عنده حاجة الاطفال حلو جدا. العرايس بقى تجمع هنا. الشغل جميل قوي يا جماعة. كل ده حاجة اطفال، قدام اطفال، سراير اطفال. بصوا دي كوفرتا. دي بردك هنا قطم اطفال كده. ده كده طقم اطفال. بصوا الطقم ده خرافه خرافه. انا عن نفسي من عشاق الاوف وايت الفواتح يعني. بصوا يا جماعه، بصوا العلبه شكلها عامل ازاي. يعني انا يعني العلبه منظرها تحفه. هقفلها لكم كده. بصوا العلبه، بصوا شايفين الجمال. ما شاء الله جميل. الحاجه جميله رائعه، مش شكل واحد، ده كذا شكل، مش شكل واحد. بصوا الطقم ده، ايه رايكم بقى في اللون ده؟ بصوا الجمال. انا وقفت قدامه مش قادره امشي. ما شاء الله. بصوا الفوط هنا حاجات هاديه قوي قوي يعني. بصوا انتوا تحسوا انها كلها شكل بعضها، لكن بصوا النقشه مختلفه. يعني انت النقشه هنا غير مثلا هنا اهي، بس هاديه قوي. بصوا بصوا بقى هنا ده كده جزء للبورنوس. اشكال كتير قوي. بصوا زي ما حضراتكم شايفين اشكال مختلفه. يعني ده جميل قوي الاوف وايت ده. اشكال كتير قوي قوي قوي. ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. من اجمل المحلات الموجوده في المحله الكبرى كجوده وخامه وسعر. يعني كجوده وخامه وسعر المكان اسعاره كويسه جدا وخاماته عاليه جدا، وعنده اشكال بصراحه صعب ان انت تلاقيها بره. حتى لو لفيتي صعب ان انت تلاقي دوت بره. كده بقى احنا وصلنا عند السنيتي عشان على طول. ده علم من اعلام المحله الكبرى. هو محل حلويات بس تحفه. الايس كريم بتاعه جميل جدا رائع. كان يوم حلو ولذيذ. اتفضلوا معايا. محل البشوات دوت احسن محل بردك من المحلات المعروفه في المحله الكبرى. عنده كل حاجه بقى يا جماعه، حمص وحمص الشام وبليله وبيتزا وحلويات. البشوات. وعنده بردك تشكيل الجاتوهات.
هنا في المحلة الكبرى. اكتر حاجة مشهور بيها البيتزا، يقال ان هو بيعمل بيتزا حلوة قوي قوي قوي. محل البشوات في الششتاوي على اول شارع الترعة. محل البشوات، يعني لما تيجوا المحل ان شاء الله من الحاجات اللي لازم تجربوها، هو عنده شاورما وعنده كل حاجة، شاورما بردك وكريب عنده حاجات كتير ما شاء الله. من المحلات الكويسة اللي ثابتة وجودها من زمان في المحل. محل البشوات طبعا في المحل هنا من زمان جدا وليه فروع كتير قوي، والميزه فيه بتميزه ان هو بردك هنا جنب السوق والمحلات الملابس، وبتقدر تاخد اي مشروب ليك تيك اواي، حتى الرز بلبن عامله بالشكل دوت، فتقدر بردك تاخده معاك. عايزه اقول لكم المحله فعلا حلوه وناسها طيبين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. منور الدنيا يا عم عتيق. الله يخليك يا ست الكل. ايه بقى الجمال ده، انت مشهور هنا في المحله، فاحنا جينا لك على الشهره دي. على دماغنا. بس انا شايفه الناس بقى من الزحمه كده منرفزينك. ولا بلاش كده عشان الضرايب. ماشي، لا ضرايب لا. عامل ايه؟ الحمد لله. انت بتعمل اشهر فطير كنافه موجوده في المحله الكبرى كلها صح؟ النهارده كان اخر جولتنا في المحله الكبرى من هنا. كان يوم ممتع وجميل، لازم تيجي تجربوا تاخدوا جوله سريعه فيها. الناس اللي حابه تجيب مفروشات، الناس اللي حابه تعمل مثلا حاجات معينه في الصناعه والكلام دي وعايزه تاخد خبره، والله في المكان ده في مصانع عظيمه، في حاجات جميله جدا. النهارده من هنا بنقول لكم اخر جولتنا، ودمتم في امان الله.